السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونون بأفضل حال. اليوم حبيت أشارك وياكم طريقة زوجي عمل مرق الدجاج، وسولفوا لي بنات أزواجكم هم يساعدوكم بالمطبخ وقولوا لنا طريقته صحيحة لو يعني انتو شلون تسووها، أو أكو إضافات أو أكو شي خطأ إضافة. بس أقول لكم طلعت كلش طيبة وكل زفر ما بيه. وهسه مثل ما تشوفون الخطوات كلش واضحة. طبعا هسه راح أترككم ويا صوته ويشرح المكونات. وبنات كتبوا لنا هم شي حلو جوا الفيديو وشجعونا. وطبعا هو مو دائما يطبخ لأن خطية ما يقدر يتعب بسرعة، بس من يعجبه مثلا يدخل للمطبخ. وكركم ودارسين وماجي. فلفل اسود احنا ما خلينا، اكو ناس ما تحب الفلفل الاسود وصيام رمضان فما خلينا. اكو ناس عندنا مرضى اللي يحب يضيف فلفل اسود يضيف. يلا يعطيكم العافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. البصل اللي خليناه على مود الزفرة هو والنوم بصرة تروح من الدجاج. هسه الشغل هذا راح يبدي. هذا هسه النكهة، ذاك للزفرة خليناه أول مرة، هذا يطل النكهة البوتيتا والبصل والنوم وبصرة. مرقة الدجاج الأحمر طبعا بالمناسبة تحب نوم وبصرة بزيادة. عاشت إيدك. وهذا بصحاح ثوم مال هالوقت هذا هم يعطينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاي مثل ما شفتوا قدامكم الشرح، وسولفوا لي حلو يشرح ويقدم. تردون دائما أنزلكم الطبخات اللي يطبخها هم اكتبوا لي، حتى دائما أخليه ينزل لكم الطبخات اللي يطبخها، وراح أتابع وياكم باقي الخطوات. خليكم ويا الفيديو مشاهدة ممتعة. خليكم ويا باقي الفيديو للنهاية، لأن راح يشرح لكم شلون هم يضيف المعجون والطماطة وليش ما ضافهن أو حمسهن بالبداية. فشاهدوا الفيديو للنهاية بنات. وبنات اعطوني أفكار حتى أنزل على القناة، شنو تردون أنزل، شنو اللي تحبون أكثر، طبخ روتينات، شنو يعني اللي تحبون أنزله أنزل لكم إياه. وهنا مثل ما تشوفون راح يشيل هذا الورق الغار من الجدر، وراح نضيف الحمص. هذا طبعا 4 خواشيق معجون، وتقريبا اقل من نص كيلو طماطم مرقناه، ما حمسناه ويا الغراض على من تصير المرقه سوداء. هيك افضل تصير المرقه شقره، حمار على شقار، وتعطي نكهه. وثلاث 4 خواشيق معجون. ليش؟ هاي مرقه الحمراء بالدجاج واللبه لازم تصير مرقه شويه ثخينه مو خفيفه، ما تصير طيبه. هسه بنات قولوا لنا شنو رأيكم بالتقديم، وإذا تردون مثل هيجي فيديوهات هماتين اكتبوا لي، وشوفوا شنو تردون يعني أنزل لكم بعد، شو تحبون من فيديوهات هماتين اكتبوا لي. وأي واحد يشاهد القناة يا ريت يسوي اشتراك ويدعمنا باللايك حتى يرتفع الفيديو مالتنا. ولهنا أقول لكم مع ألف سلامة. وها صار شكلها وسهمكم ألف عافية، ويا ريت تجربوها وتكتبوا لنا.